السلام عليكم. الانسان كيكون نشيط على مواقع التواصل الاجتماعي ولا مؤثر. كاين بعض المواضيع اللي تسبب له الاحراج، واللي لربما لو كان يتكلم عليها تفضحه. الناس اللي دايرين فيه ثقه ودايرين له متابعه لربما يعرفوا التوجه السياسي نتاعه. وفي نفس الوقت هذه المواضيع هذه اذا كانت ترند ولا دايره ضجه اعلاميه كبيره تفرض على المؤثر انه يتكلم عليها، والا تروح له المصداقيه. المقدمة هذه تاع ابن خلدون قاع درتها لك لأنه شفت التعليق نتاع لطفي دوبلكانو على اللقاء اللي قام به أمير المازدا مع قناة فرونس دو الفرنسية. ما قدرش يدير فيديو على الحادثة ويعلق عليها، على أمير المازدا وعلى فرونس دو. أقحم ثلاثة نتاع المواضيع. قال لك على سبيل المثال القنوات التلفزيونية الجزائرية تتكلم على السنغال، تتهجم على المروك. واعطيوني رايكم خوتي في التعليقات. اولا خوتك راهم جايين يديو التحليل من عندك، ما راهم جايين هما يعطيوك التحليل، او انت مدرسة الوعي. ثانيا هذه تاع التلفزيون الجزائري والقنوات هذه نعرفوها، قالها لنا انستينا يكثر خيره، عاود تقولها لنا انت نعرفوها. تلفزيون دروك القنوات قاعده تهجموا عليهم. وتصلحت الامور، بالك ما تفرجتش هاد الايامات كانوا جايبين فيضانات تاع غليزان ويتكلموا على المشاكل عادي. يعني ما قدرش تتكلم على المشكل اللي فيه قناة فرونس دو وفيه امير المازدا بلا ما تقحم حاجه واحده اخرى هكا بيسكلات ولا الفحيح. الفحيح اللي هو صوت الافعى ما ديرش ضجيج، ولكن تسبب لك ضرر كبير. راك شايف كي تعطس هكا قدامه قبل ما تكمل يرحمك الله، تعيط لجارك تقول له محمد، يسمي هو يقول لك صلى الله عليه وسلم. مدرسة الوعي.